السلام عليكم الناس الكل ومرحبا بكم في استيزون. اليوم باش نحكوا على لاعب مهم برشا في وسط ميدان الترجي واللي هو اونوتشي اوغبيلو. شنو صار؟ هل صحيح باش يمشي من الترجي؟ شنو قدم للفريق؟ واذا خرج كيفاش الترجي نجم يعوضه؟ خليكم معايا لاخر الفيديو لانه فيه برشا معلومات مهمة. اللي ما يعرفش شكون اونوتشي اوغبيلو هو لاعب وسط ميدان نيجيري عمره 22 سنة ومعروف بشخصية كبيرة في الميدان. يلعب أكثر حاجة كارتكاز دفاعي، نجم يلعب زادة في وسط الميدان كبوكس تو بوكس. ميزات الجوار هذا هو الافتكاك، الضغط العالي والتغطية الدفاعية، وخاصة الخروج بالكرة من الخلف. لاعب يخدم ياسر، يجري ياسر، وكان يعطي توازن لوسط ميدان الترجي. من وقت اللي جاء للترجي الرياضي التونسي في سبتمبر 2023 لاعب كان لعب تقريبا أكثر من 60 مباراة رسمية، سجل فيهم 4 أهداف وعمل 3 أسيست. بطولات ربح البطولة التونسية مرتين، وربح زاد كأس تونس وكأس السوبر التونسي في موسم 2024-2025، وشارك تقريبا في أغلب المباريات في رابطة أبطال أفريقيا. أهم أهدافه مع الترجي هو الهدف الحاسم في نهائي كأس ضد الملعب التونسي في موسم الفارط. تسديدة كانت قوية من خارج المنطقة خلت الترجي يربح اللقب، ومن هذا الهدف خلى برشا جماهير تحب اللاعب وتثق فيه. حسب آخر الأخبار أوغبيلو كمل إجراءات انتقالاته للاتحاد الليبي بصفة رسمية. المصادر تقول أن اللاعب باش يتحصل على تقريبا 2.3 مليون دولار بعد الإمضاء. شنو يخسر الترجي الرياضي التونسي إذا خرج اللاعب؟ الترجي يخسر لاعب يعطي توازن دفاعي، لاعب كان ينظف الكرات بامتياز، وخاصة لأنه عنده طاقة بدنية كبيرة، وغيابه ينجم يأثر في المباريات الإفريقية. وزاد باش نكون واضحين، الترجي حاول أكثر من مرة أنه تجدد العقد معاه، وآخر عرض كان في حدود 300 ألف دينار تونسي في الشهر، أما اللاعب رفض. في المقابل الاتحاد الليبي عرض له تقريبا 620 ألف دينار تونسي في الشهر، يعني تقريبا الضعف. وحاجة طبيعية كان يجيك عرض كما هذا، اللاعب يفكر في مستقبله، وخاصة وأنه عقده كان يكمل في 30 جوان 2026. هنا نفهم علاش الترجي تحب تبيعه تو، باش ما يخرجش مجاني في الصيف ويخسر النادي فلوس نجم تعاونه في الفريق في الانتدابات الجاية. الحلول التكتيكية بدون قبيلو، باش نحكوا زادة على الحلول التكتيكية والخطط الممكنة إذا خرج قبيلو من الترجي نجم يلعب 3 خطط تكتيكية مختلفة. الخطة الأولى واللي هي الخطة الكلاسيكية 4-3-3. نلقوا في وسط الميدان حسام تقاء، معز الحاج علي، وشهاب جبالي. تشكيلة ممتازة، خاصة انه تقاء يرجع ارتكاز دفاعي، الحاج علي في خط الوسط، وجبالي يلعب خط وسط هجومي يعني تحت المهاجم. والخطة الثانية واللي هي خطة 4-3-2-1، محور مزدوج ما بين تقاء حمزة رفيعة وكوناتي، وأمامهم لاعب صانع ألعاب ممكن يكون البرازيلي انصاص أو المساكني كي يرجع الفورمة. هيك ليكيب تكون متوازنة وتكون فما ستابيليتي في الدفاع وفي الهجوم. الخطة الثالثة وهي خطة ميدان هجومية، خطة هجومية 100% بمعز الحاج علي وشهاب الجبالي، وما بين رفيعة وكوناتي يرجع شوي للوسط. خطة هجومية أكثر، أما تنجم تكون اختيارها دفاعيا. وتو باش نحكوا على الأخبار المسرة الترجي التونسي، واللي هي عودة اللاعبين المصابين. وبصفة رسمية محمد بن علي سيكون جاهز بنسبة 100% ومتاح المباراة القادمة ضد بيدرو أتليتيكو. ومحمد أمين توغاي قد عاد يتدرب مع الفريق وبنسبة 80% سيكون في تشكيلة الترجي. ويوسف المساكني سيعود مع الفريق بعد غياب بسبب وفاة أبوه الله يرحمه. رجوع المساكني ينجم يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق. ملف قبيلو ماهوش سهل، لاعب مهم، أما الإدارة لازمها تفكر اقتصاديا. شنو رأيكم؟ هل الصفقة كانت قرار صحيح ولا كان لازم يبقى للفريق؟ اكتبوا لي في التعليقات واعطوني رأيكم في شكون يعوضوا في وسط الميدان. ما تنسوش اللايك واشتراك، ونشوفوكم في فيديو جديد إن شاء الله.